يا صباح الفل والياسمين، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. أنا عارف إن في ناس كتيرة قوي ما بيخرجوش في العيد، ما بيعملوش أي حاجة في العيد، ما بيروحوش في حتة، قاعدين بس في البيت. فعشان كده حبيت أعمل الحلقة دي بحيث إن إحنا ندردش مع الناس دي اللي هم زيي ما بيعملوش أي حاجة في العيد. فاظبط الكاميرا بس. فهنجاوب على شوية أسئلة مع بعض، أسئلتكم طبعا، وهندردش طول الحلقة دي، وإن شاء الله بدءا من الأسبوع الجاي هنرجع تاني نعمل توبكس ونتكلم فيها تلت ساعة لحد ما تزهقوا مني. في سؤال بيجي في بالي: ليه دايما جواب أي حاجة بيبقى حس بقيمة نفسك؟ إيه لازمتها؟ لما أنا أحس بقيمة نفسي، عمري ما هكون في مكان بيقل مني، عمري ما هكون في علاقة بتستنفذني أو بتأذيني. لما أحس بقيمة نفسي، كل اختياراتي في أي حاجة في الحياة ماشي هتكون مبنية على الأساس ده. هختار أحسن حاجة، هختار المناسب ليا، مش هختار أي حاجة، مش هختار اللي موجود وخلاص. أقدر أتعايش مع نفسي بدون أي حد. يعني مثلا في ناس الجوع العاطفي مسيطر عليهم، الوحدة مسيطرة عليهم، وهم مش عارفين قيمة نفسهم، ما بيحبوش نفسهم كفاية، فتلاقيهم بينقضوا على أي حد يديهم أي إحساس حلو وخلاص. حتى لو حد ده كان بيأذيهم، هو أي حاجة أنا عايز أي حب وخلاص، لأنه مش عارف قيمة نفسه فبيأذي نفسه. الناس اللي مش عارفة قيمة نفسها ممكن تبقى تتعلق بحد تاني، والتعلق ده من أسوأ الحاجات اللي ممكن الإنسان يمر بيها، التعلق المرضي. خدوا بالكم، أنا اتكلمت عنه قبل كده، في فرق بين التعلق والحب، في فرق كبير. التعلق ده مؤذي جدا. فالناس اللي ما تعرفش قيمة نفسها بتستمد قيمتها من الآخرين، وده بحد ذاته بيوصلك للتعلق. كل حل لأي مشكلة هي إنك تكون عارف قيمة نفسك. لما توصل لإنك تعرف قيمة نفسك وتحبها، كل مشاكلك هتتحل، وهتلاقي الناس اللي حواليك والاختيارات اللي حواليك، ومش لازم الناس، مش لازم العلاقات بس، لا، حتى كل حاجة حواليك بتكون مناسبة ليك. فاللي هيكون حواليا بس هم ناس بيضيفوا لي وانا بضيف لهم، لكن مش بيملوني او بيزودوا حاجة جوايا. انا زي الفل لوحدي، انا زي الفل باختياراتي، انا زي الفل بكل حاجة. فبالتالي الناس بس اللي هتلاقيهم حواليك هم الناس الكويسين فعلا، اللي مش هيضروك. هتلاقي نفسك كده واحدة واحدة عمال تفلتر الناس الوحشة، الاختيارات السيئة، انك تيجي على نفسك ده عمرك ما هتعملها، لانك خلاص عارف قيمة نفسك. فبس هتكون أكثر صراحة مع نفسك، أكثر تقبُّلًا لأخطائك، أكثر فهمًا للحياة اللي أنت عايش فيها وأسلوب حياتك. ده موضوع كبير أوي في حتّة اللي هو ليه نعرف قيمة نفسنا. وأنا عامل حلقة عن ده أعتقد اسمها ناوي تحب نفسك. أنا بانسى أسامي حلقاتي، بس هي تقريبًا اسمها ناوي تحب نفسك إمتى. تفتكر الإنسان ممكن يتغيّر فعلًا والّا هو بس بيتعلّم يخفي حياته؟ السؤال ده عايز له حلقة كاملة، بس أنا هاحاول ألخّصه في كام دقيقة. هل الإنسان ممكن يتغيّر؟ أيوه، الإنسان ممكن يتغيّر. إزاي يا آدم أنت بتقول ده؟ ده أنا حاولت معاها وحاولت معاه وصبرت واديت فرص وسامحت وعديت وجيت على نفسي، وبرضه اللي في دماغهم ما بيتغيروش. فعلا، ما هو حتى بيقول لك يا ادهم، وانت قلت في فيديو قبل كده: you can't fix anybody, you cannot help anybody to fix مش عارف ايه، واتكلمت كلام انجليزي كتير قوي كده. فعلا يا جماعه، احنا ما ينفعش نفكس حد من الاخر، بس الإنسان بيتغيّر برضه. الإنسان بيتغيّر لمّا هو ينوي إنه يتغيّر. الإنسان بيتغيّر لمّا يشوف المشاكل اللي فيه ويشوف تأثيرها على حياته ويعترف بيها، ساعتها هيتغيّر. بس إن أنا آجي أقول له والله أنت كذا، والله أنت مش عارف إيه، والله مش، وهو مش شايف المشكلة، هو مش هيتغيّر. هياخدك على قد عقلك ويمشي. أنا عندي مشكلة، وهي إن أنا ما باعاتبش خالص، خالص. ممكن أقعد بالسنين شايل ومش باعاتب. الناس بتعرف إزاي إن أنا متضايق لمّا أقلب بقى وأغيّر معاملتي، فساعتها يعرفوا إن أنا متضايق ويبدأوا يحايلوني عشان أتكلم. طب ناس كتيرة بقى تساعدني: يا أدهم اتكلم، يا أدهم تعالَ نحل مشاكلنا، إحنا هنعرف إزاي اللي أنت متضايق مننا وأنت مش بتتكلم. طب إحنا هنحل المشكلة إزاي؟ ما تسيبش نفسك لأفكارك وما تاخدش قرارات لوحدك، يا أدهم ما تعملش كده. وأنا ولا الهوا، مش باسمع كلام حد. لحد ما في فترة قليلة حصلت حاجة كده، تعالوا أحكي لكم عليها. أنا عندي صديقي العزيز أخويا، 14 سنة، أكتر من 14 سنة كمان، صحاب. من 4 سنين عمل معايا موقف وِحِش، فضلت شايله ال4 سنين. وعلى مدار ال4 سنين أنا ما باتكلمش، وكل حاجة بيعملها صح بقى، غلط، تقوم مفكراني بالموقف القديم، أقوم حاططها في حتة وِحشة، أقوم مفكر، أقوم واخد قرارات لحد ما بدأت إن أنا أبعد عنه خالص.
من شخص عارف حياتي بيجرى فيها إيه، لشخص بيتفاجئ، حوّلته يعني لشخص بيتفاجئ أنا باعمل إيه في حياتي من على السوشيال ميديا. يقول لي: "آدم إيه ده أنت رُحت كذا، يا آدم أنت عملت كذا، يا آدم أنت اشتغلت، يا آدم أنت اتجوّزت، يا آدم". ما هو مش عارف حاجة، ما بقيتش أكلّمه خالص. لحد ما في مرّة كنت باتكلّم مع حدٍ ما وقاعدين بنتكلّم عن فكرة العتاب والنقاش فيها، فقُمت مجرّب، وكلّمت واحد صاحبي ده بعتّ له voice 10 دقايق voice. أنا بابعت بالربع ساعة عادي، أنا هابب منّي الحتّة دي. 10 دقايق voice باقول له: "أنت عملت معايا 1، 2، 3 وأنا مش مسامحك وأنا زعلان وأنا متضايق". وقعدت بقى أعيّط وقعدت أتضايق وقعدت أتعصّب وأشتم وأعيّط mixed feelings رهيب كده. لقيته بدأ يبرر لي كل المواقف اللي حصلت بينا، لقيته بدأ يفهمني ان انا في حاجات كنت شايفها غلط وفهمها لي صح. لقيته اعتذر عن هذا الموقف اللي عمله زمان، وقال لي: انا عارف انا غلطان ومدرك، وانا اتعلمت ان انا مش هكرر الغلط ده معاك تاني. واعتذاره ده كان كفيل ان هو يمحي كل اللي انا كنت بفكر فيه، يمحي 4 سنين وانا شايل شايل منه، وعلاقتنا رجعت تاني تبقى قوية. رجعنا زي ما كنا من 14 سنة ومكملين الحمد لله. الموقف ده عدى عليه أسبوعين 3، يعني ده جديد. ساعتها أنا أدركت إن العتاب مهم، ولازم أغيّر المشكلة دي فيّا وأبدأ أعاتب الناس. بس قعدت فترة عشان أعوّد نفسي إن أنا أعاتب ناس معيّنة وناس لأ، في ناس ما ينفعش نعاتبها، مش أي حد كده ماشي في الشارع يالّا نعاتبه، إحنا كده بندّي له قيمة كبيرة. فأنا اتعودت ما آخُدش قرارات على أساس أفكاري، بل أروح أعاتب الناس، والحتّة الوحشة اتغيّرت فيّا. ليه؟ عشان أنا نويت، عشان أنا شُفت الوِحِش وشُفت تأثيره عليّا وقررت أغيّره. الإنسان بيتغيّر بس لمّا هو يعوز يتغيّر، مش بيتغيّر عشان حد. شكرًا. ليه مش بترُد على الخاص؟ أنت ممكن تساعد ناس كتير، بطّل تكون متكبّر عشان ربنا يكرمك. السؤال ده أنا كنت عايز أجاوبه من الأسبوع اللي فات، عشان الask ده من الأسبوع اللي فات، خدتها screenshot وقُلت والله لاجاوبه. تعالوا أوريكم حاجة. دي شهادة تخرُّجي، هندسة، مطرّبة شوية عشان مش باستخدمها. يعني أنا ولا دكتور نفساني، ولا درست أي حاجة في علم النفس، ولا ليّا شهادات في أي حاجة ليها علاقة بالموضوع. أنا خريج هندسة، أنا يا دوبك قريت لي كام كتاب وخلاص عن علم النفس، هو ده اللي أنا أحتكم عليه. فأنا ما ينفعش خالص آخُد مكان مش مكاني وأدخل للناس أحل لها مشاكلها. ماشي، ما ينفعش أقول لأ أنت اعمل 1 وأنت اعمل 2 وأنت اعمل 3، لأ ما ينفعش، ده مش مكاني ودي مش حاجتي، أنا كده باضحك عليكم وباخدعكم. وعارفين بقى شوية كمان أقول لكم إيه، طب استنوا بقى، ده أنا هاعمل كورس وتدفعوا لي فلوس علشان تشتركوا، لو أنتم عايزينّي أسمعكم تدفعوا بقى فلوس ومش عارف إيه واشتراك وكل شهر مش عارف كام ألف جنيه. ما أنا بقى ما أنا هالعب على دماغكم. بس أنا يا جماعة ولا أنا دكتور نفساني ولا أنا أحسن منكم. ماشي، أنا يمكن أنا زيكم ويمكن أقل كمان، وأنا حتى مش كامل النضج. اللي أنا باعمله على اليوتيوب ده نقول vlogs. أنا باعمل vlog زي كده أي شخص، والله أنا النهارده رايح آكل في كذا وبعد كده هاروح ألعب كذا أنا باعمل لكم vlog، بس vlog نفساني شوية، عن رحلتي في الحياة، أنا شايف الدنيا إزاي، المواقف اللي اتحطيت فيها واتخطيتها إزاي، علشان أحسسكم إن أنتم مش لوحدكم، وإن أنتم عادي كل اللي أنتم بتمروا بيه ده ناس كتيرة بتمر بيه وبتعدي. هتقولوا لي يا ادهم طب ما تأفورش، ما تكبرش الموضوع، ما تجاوب على الناس وخلاص كأنك واحد صاحبهم وبتكلمه، لو انت عايز يعني تقول لنا اللي انت زينا ومش عارف ايه. هقول لكم بصوا، الحته دي فيها نقطتين هقنعكم. اول نقطه، الناس بتسالني اسئله صعبه، اسئله صعبه عليا كانسان، انا لازم اكون دارس عشان اقدر اجاوب على الاسئله دي. تاني حاجه، انا لو جاوبتكم على الاسئله بتاعتكم كاني واحد صاحبكم عادي، فانا بحل لكم المشاكل او بقول لكم رايي من وجهه نظري. انا ما اعرفش انتوا شايفين ايه وعايشين ازاي وحاسين بايه، الطرف التاني بيقول ايه، هل انتم فعلا مجملين الموضوع ولا انتوا قايلين لي الصدق. يعني في ناس بتشيل عيوبها خالص وهي بتحكي، فبرضه ده غلط. فانا ما ينفعش اديك حل من وجهة نظري انا كانسان، وما ينفعش حد يعمل مع حد كده خالص. انا كده ممكن اضرك، لاني زي ما قلت لكم في كل الفيديوهات بتاعتي يا جماعه، الانسان ليه طريقته، كل انسان ليه طريقته في انه يتخطى، وكل انسان ليه طريقته في انه يحب ذاته ويصل لنفسه، وكل انسان ليه طريقته ان هو يعمل حاجه معينه. فما ينفعش انا عشان حبيت نفسي او تخطيت مشكله اجي اقول لك لا عشان تتخطى المشاكل بتاعتك لازم تعمل 1 2 3 هو ده الحل الوحيد. انا كده بضحك عليك.
أنا كده باخدعك وباودّيك في حتّة ما ينفعش أنت تروحها، وهأذيك وهاضرّك وده أكيد مش ممكن، فأنا ما باجاوبش على الحاجات دي ماشي، وحتّى مع صحابي باعمل معاهم كده. نقطة كمان هازوّدها وهي الvalidation. تعالوا عندي على الDMs، والله العظيم أنا فاكر الرسالة دي، كان حد بعت لي: يا أدهم أنا في علاقة مع واحدة بتعمل 1، 2 مبهدلاه، ماسحة بكرامته الأرض، بقى له كام سنة، أنا مش فاكر كام سنة بالضبط، هو كتب سنين كتيرة، كام سنة عمّال يحاول وييجي على نَفْسه ومتبهدل وممسوح بكرامته الأرض، عملت اللي ما يُعمل معاه، وكاتب لي في الآخر: أعمل إيه يا أدهم؟ هتعمل إيه يا حبيبي؟ هتعمل إيه؟ سيبها، ابعد عنها. طب هتقولي لي يا أدهم ما هو يعني كاتب كل الكلام ده وعايز يسمعها منّك أنت بس؟ آه، الvalidation. في ناس ما بتكونش قادرة تتحمّل مسؤولية قراراتها، فعايزين حد من برّه يقول لهم: أيوه، أيوه هو ده اللي أنت بتقوله صح، اعمل كده، علشان هُم مش شايفين نَفْسهم كفاية إن هُم يتحمّلوا قراراتهم، أو يمشوا ورا أفكارهم وياخدوا قرار بنَفْسهم. فأنا ما بادّيش validation لحد، أصل أنا لو فضلت أدّي validation للناس، الناس بقى هتيجي تعتمد عليّا إن هُم يالّا يا أدهم قُل لنا نعمل إيه، ومش عليّا أنا بس، هيبدؤوا يروحوا للناس لمّا يحصل لهم أي مشكلة في حياتهم، هتلاقيهم رايحين لده، طَب نعمل إيه، وده، طَب نسوي إيه، طَب إيه رأيك، وهُم ممكن يقرروا القرار ده بنَفْسهم. بيخلقوا اعتمادية على الناس، بيشيلوا اعتماديتهم على نفسهم وبيعتمدوا على الناس، ودي حاجة أنا مش هاعملها، عشان كده أنا مش باجاوب على الأسئلة خالص. أنا بارُد، والله بارُد عادي، بس في أسئلة أنا مش باجاوب عليها ولا هاجاوب عليها. إيه أكتر حاجة بتخلّيك تحس إنك مسيطر على حياتك وقادر تطلّع نفسك من نقطة الصفر؟ أنا اتكلمت عن نقطة الصفر دي باستفاضة في حلقة كاملة، وقُلت لكم إن الناس يا ريت تتفرجوا على الحلقة برضه عشان هي مش هتكون ملخصة زي الإجابة دي. إن الناس بتفتكر إن نقطة الصفر دي هي بداية الطريق، وإحنا ماشيين للنهاية، لو حصلت لنا أي مشكلة، فبنرجع نعيد الطريق من أول وجديد، بس ده خطأ، حاجة مرفوضة جدًا. نقطة الصفر هي موجودة على طول طريق النجاح أو الشفاء أو التخطي، طول ما إحنا ماشيين هنفضل نقع فيها لحد ما نوصل للنهاية. فنقطة الصفر دي حاجة بتدل وبتقول لنا إن إحنا ماشيين صح. نقطة الصفر دي كل نقطة بنقع فيها بتعلمنا ازاي لما نقوم، بتعلمنا ازاي ما نقعش في نقطة زيها بعدين، هي بتعلمنا كمان وبتجهزنا لخط النهاية. انت لو مشيت كده، لو عارفين الناس مثلا تلاقيهم فجأة كانوا في علاقة كبيرة قوي وقوية جدا ولقيتهم هم يومين ثلاثة واتخطى، عادي يقول لك انا مش فارق معايا، انا عادي خلاص انا. فجأة في تكة هتلاقيه انفجر، هتلاقي في تروماس كتيرة طلعت في وشه، هتلاقي ان في مشاكل هو كان ضاحك على نفسه ومخبيها لانه اختار ان هو يقوم واخد الطريق جري ما يقعش ولا يواجه نقطة الصفر اللي فيه. فنقطة الصفر يا جماعة مهمة جدا في حياتنا وبتعلمنا، وهي نقطة قوة مش نقطة ضعف. فعشان كده تفكيرنا تجاه نقطة الصفر وطريقة نظرتنا ليها ممكن تساعدنا جدا نقوم منها بكل قوة وبسرعة كمان. إيه أكتر حاجة بتخلّيني أحس إني مسيطر على حياتي؟ وهي إني دي حاجة ليّا أنا عندي إيمان كبير إن ما فيش حد هينقذك غير نَفْسك. فأنا ممكن في مرّات أروح أصيح للناس صحابي: يا جماعة حصل كذا، 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 بس بنيّة الصياح، باخرّج اللي جوّايا، لكن الأكشن بقى باعمله مع نَفْسي. دايمًا باحب أحسّس نَفْسي أنا الوحيد اللي هانقذني من أي حاجة، من أي مشكلة أنا وقعت فيها أنا اللي هانقذني، من أي علاقة وِحشة أنا دخلت فيها أنا اللي هانقذني. لو احتجت حد باحتاج ربنا، حد بعد ربنا therapy. باعمل إيه في الtherapy؟ باروح للدكتور يقول لي: يا أدهم أنت المشكلة عندك اسمها كذا، وحلّها كذا، كذا، أقوم واخد بعضي شكرًا يا دكتور مع السلامة، خلاص. أنا بقى أبدأ أحِل بنفسي، أبدأ أساعد نفسي، ما أحبش أنا أحس، حتى ما أحبش إن أنا أتعوّد على الدكتور، اللي أنا كل شوية ها أعمل إيه النهارده يا دكتور، ها أروح لمين النهارده يا دكتور، ها إيه المفروض، لأ ما باحبش كده. أنا اللي أساعد نفسي وأنا اللي أقوّي نفسي بنفسي، فدي الحاجة اللي بتحسسني إن أنا مسيطر على حياتي. تعالوا نشوف السؤال اللي بعديه: إزاي بتيجي لك فكرة الحلقات، من دماغك والّا بتعمل إيه بالضبط؟ الموضوع بالنسبة لي عشوائي بس بمعنى، أنا مش باقعد في أول الشهر كده أقول الجمعة دي هاتكلم عن الموضوع ده، والجمعة دي هاتكلم عن كذا، والجمعة دي هاتكلم عن كذا، ده مش أنا. لو عملت كده الحلقة هتكون كأني روبوت بيتكلم. أنا مثلًا نزّلت الحلقة بتاعة النهارده اللي هي الأسئلة دي، وبعد كده هاقوم أعيش الأسبوع كله وأتعرّض لمواقف وأقابل ناس وأحس بحاجات، وبناءً على ده هاعمل الحلقة بتاعة الأسبوع اللي جاي. تعالَ أدّيكم مثال: أول يوم العيد نزّلت فيديو على التيك توك، هزار وضحك وكنت على طبيعتي جدًا، جدًا يعني، وباضحك وباهزر وبكل عفوية. 90% من الcomments كانوا
زي الفل، بيهزروا معايا وبيضحكوا. 10% عايز أقولها بتعبير عربي صريح، فشخوني، فشخوني. بيقولوا كلام مش أذاني، فتح قلبي وكسر وكده. بقيت زعلان وأنا باقرا الcomments، بقيت عمّال ألغي comments من كتر ما هي صعبة جدًا عليّا. بقوا يتنمروا على حاجة أنا مش عارف أغيّرها، هي حاجة طبيعية فيّا. التنمر بيكون صعب لمّا تكون حاجة أنت مش عارف تغيّرها، هي حاجة مخلوقة فيك، فأنت هاغيّرها إزاي؟ ماشي، أنا مثلًا تخين ممكن أخس، أنا رفيع ممكن أتخن، لكن لو حاجة أنا مش هينفع أغيّرها، فالتنمر بيكون صعب، ودي حاجة أنا عِشتها وأنا صغير. فأنا قعدت اليومين دول، أول يومين العيد والله، قعدت في الأوضة قافل على نفسي وزعلان، مش باكلم حد، مش باعمل حاجة ومتضايق. باخرج أتمشى شوية، باحاول أتكلم مع ناس عشان أنسى بس مش عارف. فطول ما أنا متضايق وزعلان، أنا عمّال أبني مشاعر، المشاعر دي بتشجعني أو بتلهمني عن الحلقة بتاعة الأسبوع الجاي. فالحلقة بتاعة الأسبوع الجاي هاتكلم عن المشاعر دي، هاتكلم عن إزاي تخطيتها، هاتكلم عن إزاي أنا حليت المشكلة وإزاي عِشتها وأنا صغير، هاتكلم عن الحاجات اللي أنا فهمتها. فكل فالفيديو الصغير اللي أنا عملته وأذاني هو اللي هيخلّيني يلهمني إن أنا أكتب الحلقة بتاعة الأسبوع الجاي إن شاء الله. فأتمنى تعجبكم وأتمنى تساعدكم بجد، ودي هي طريقتي في كتابة الحلقات بتاعتي اللي أنا باعيشها. بس خلاص. تعالوا نختم بالسؤال ده، نِفْسك في إيه من اليوتيوب؟ الصراحة يا جماعة أنا نِفْسي، عارفين TED Talks، TED، روحوا سرشوا عليها. نِفْسي أكون من الناس اللي بتطلع تتكلم هناك أوي. ويطلعوا يتكلموا عن تجاربهم ويساعدوا الناس ويغيّروا تفكير الناس في حتت معيّنة. يعني نفسي اليوتيوب ده أو فكرة إن أنا أساعد الناس تبقى كبيرة، يبقى أكون كده في مؤتمرات كبيرة، ينادوني يقولوا لي: أدهم تعالَ بقى اتكلم لنا في الموضوع ده لطلبة الجامعات، تعالَ يا أدهم اتكلم في الموضوع ده مع الناس كذا، شجّعهم. وطبعًا يعني أنا أروح الناس عارفاني، الناس يكونوا متحمسين، الله أدهم جاي، مش اللي هو وآخد فلوس، هاخد فلوس كتير أوي، أوي. إيه تاني؟ بس أنا نِفْسي في الحتّة دي عمومًا من اليوتيوب يعني، ونِفْسي كمان إن أنا أدرس اللي أنا باقوله ده. يعني أدخل في حتّة عارفين وأنا صغير كان نِفْسي أدخل علم نَفْس، حاجة ليها علاقة بعلم النَفْس، كان نِفْسي أطلع دكتور نفساني. مش عايز أبقى زي الناس اللي بيطلعوا يدّوا نصايح واللي هو حِب نَفْسك، كُل صحّي، اشرب مَيّة. أنا باعمل كده already، بس مش عايز أكون زي الناس دي. أنا عايز أكون مؤثِّر فعلًا، عايز أكون ليّا هالة وطاقة. الناس أول ما تشوف أدهم، أول ما يشوفوني يقولوا أيوه هو ده حُب النَفْس. هو ده الثقة بالذات. الناس عايز الناس تشوفني، أنا عارف إن دي فيها إهانة ليّا، بس يقولوا إسكان ده قدر يعمل كل الحاجات اللي هو عملها دي، ويكون في المكان اللي هو فيه ويحب نَفْسه ويكون شخص قوي بيقدر، وخَد الألم والحزن اللي عاشه في حياته وقدر يحوّله لقوة يأثّر بيها على الناس كلّها، والناس بقت بتسمع كلامه. أنا ليه ما أقدرش أعمل كده؟ إسكان ده اللي هو الصغير ده اللي بدأ من أوضته بموبايل بيصوّر بيه وring light ب15 جنيه، وبدأ ووصل للحتة اللي هو وصل فيها. أنا ليه ما أقدرش أعمل كده؟ عايز الناس تحس بده، وعايز الناس تتشجع، بس إنها لما تشوفني يتشجعوا إن هم يرموا كل حاجة وحشة وراهم ويبدأوا من جديد. فده اللي أنا نفسي أعمله من اليوتيوب إن شاء الله يعني. بس خلاص أنا زهقت، حاسس إن أنا جاوبت على أسئلة كتيرة، وأنا محتاج أقضي العيد بقى. أنا بحب أقضي العيد بتاعي وأروح الشاليه بتاعنا في الجونة كل عيد. بروح في الشاليه بتاعنا في الجونة على رأي الفنانة إلهام شاهين، من جولاي لسبتمبر قاعد في الشاليه بتاعي، مش بعمل حاجة. لأ الصراحة أنا هاروح أتفرّج على التلفزيون وآكل فشار، وده اللي باعمله كل عيد. شكرًا أوي اللي أنتم قعدتوا تتفرّجوا، أتمنى أكون جاوبتكم على كل أسئلتكم.